اليوم احنا بفلكة البوباز يم طرش الساقي. تعالوا خلينا نشوف ايش عنده انواع من الطرشي. خيار قشه. اي هذا فلفل امريكي نوعيه مزروعه طبعا ها بالعراق، يعني تمام. مو يجينا مستورد. اي هذا نم بصره. من بصره؟ اي نم بصره، هذا مو ليمون ترى، دير بالك مو من بصره. تمام. اي هذا مصري. تمام. فاضل هذا الزيتون. هذا مصري محشى. هذا اسود اسباني تركي. هذا جامبو. هذا بيانكهن. جامبو مصري. هذا بالزيت. مصري اسود. اي هذا يوناني. هذا من فصيله يونانيه يعني. اي وهذا عندنا متبل بالشطه. هذا متبل بالرمان. هذا خشن اسود مزيت. هذا متبل زعتر. هذا متبل زعتر. وهذا متبل ليمون. هذا متبل ليمون. هذه سلطة شرائح. هذه سلطة شرائح. هذه يستخدموها ويا البيتزا ويا الزلايط يعني حسب وكل واحد له ذوق طبعا. طبعا. هذا ثوم متبل بالزعتر وبالزيت. هذا متبل. واعتقد ليمون هذا هم. وبالليمون وياه. عفوا ارجو المعذره يعني. هذا الموضوع حب شباب. هذا الليمون وهذا متبل زعتر. تمام. هذا متبل بالجزر وبالليمون. بالجزر وبالليمون هذا. وهذا متبل بالشطه. هذا متبل بالرمان. هذا بحمض الليمون. ذاك زيتون نوعيه سوري. وهذا وهذا الفوق حرانيس ذره ناعمه فتيه مهجنه. وهذا عندنا زيتونه عراقيه. طبعا هاي الزيتونه مكبوسه بالنارنج. اي بس احنا انت تشرح واحنا هسه نسوي ماعون احنا نذوق وراها. استاذ حلة البركه. الله يرحم والديك. هذا العفو استاذي الفاضل. هذا بالصلصه. صلصه خاصه بيكم. شكل اي هذا احنا نصنعه. بس التمر هند نوعيه درجه اولى، يعني تمر هند براسه مو ملونات. وصير بالرمان مفور الى ان اصبح شراب رمان مكتف وحطيناه هيك. هذا بزيت الزيتون. هذا خليط تشكيله اذره، خياره زيرو، خياره زيتونه، حتى اللوز بيها. هذا اللوز. اي خياره مشكله بزيت الزيتون الاصلي. هذا بزيت زيتون اصلي. هذا خيار وحطروزي ومشكل، يعني مو مشكل عادي، لا هذا خلين وين ماكو شيء غالي بدل ما يقول لك هذا نخب اول حاجه هيك ترى هذا قديم. هذا من مالات الشايب. هاي وهاي اشتري خبرناه. شنو هذا طر وخردل وزيت. هذا شنو؟ هذا لوز. هذا اشتغلت احدى الشركات بالشمال، وكثر ما معروض لهم منتوج بالشجر كثير بركه، فخلوه طلع نوعيه راقيه وطعم له بشكل. عاش ايدك. عندنا سؤال اخير. نعم. ايش قد صار لكم انتم هنا بالمصلحه؟ والله بفضل الله قديم جدا، يعني هسه المدينه من تسال يقول لك وين ابو الطرشه؟ الاول يقول لك بيت الساقي. انا عمري 8 سنوات وابويا ياخذني للسوق، وابويا مواليد 18 قضى حياته ويا ابوي يبيع طرشه، وابوي يبيع طرشه وجدي. هسه انا رابع ظهر، يعني هسه من تجي تراجع كتاريخ تلقى انا جزء. خاف اقول لك احنا اقدم ناس بالعراق، بعدين تفاوع تقول لك هذا شويه يبالغ، بس انا اجزم وعلى يقين انه هذا اقدم واحد بالعراق. احنا نشكرك على حسن الضيافه والاستقبال. شرفنا. والماعون اللي سويت لنا راح نذوقه ونعطيك راي نبي. تشرفنا بيك. اشكرك جزيلا. تشرفنا حيكم مش وقت ما تجون. الله يحفظك. هاي الشغلات اللي راح نجربها من الساقي. هذا اختراع. بعد ما جربنا طرشي الساقي انصحكم به. هو من الاماكن المعروفه بمدينه السامراء وقديم بالصنعه هاي. نتمنى له التوفيق وانا انصحكم جدا به.